أكبر كدبة سمعتها عن الفلوس هي إنك لازم تحوش علشان تبقى في أمان. الحقيقة إن الفلوس النايمة قيمتها بتقل كل يوم وإنت مش واخد بالك. أنا عم حسن، عندي 72 سنة، وشفت البورصة المصرية من وأنا عندي 24 سنة، وشفت نفس الغلطة تتكرر كل جيل. 100 جنيه اللي كانت بتجيب حاجات زمان النهاردة مش بتجيب حاجة، وده اسمه التضخم. يعني فلوسك بتقل وانت فاكر انك محافظ عليها. أخطر حاجة مش انك تخسرها، الأخطر انك فاكر انها ثابتة وهي بتقل. في ناس بدأت تفكر في العقارات أو الذهب وشهادات البنوك، وناس كتير فاكرة إن البورصة قمار، بس هي في الحقيقة أنت شريك في شركة بتنتج وبتكبر. أنا مش جاي أقولك تشتري إيه، أنا جاي أقولك حاجة واحدة: افهم السوق قبل ما تتحرك، لأن الفرق بين المكسب والخسارة هو الفهم مش الحظ. لو عايز تفهم أكتر اكتب خريطة في التعليقات واشترك في EGX Map. احنا بنفهمك ازاي تأمن بكرة بعقلك مش بخوفك. أنا عم حسن، وده دليل البورصة المصرية EGX Map.